في البطولات الكبرى، التكتيك الدفاعي هو حجر الزاوية لتحقيق الفوز. الفرق التي تملك دفاعا قويا ومنظما تقلل من فرص استقبال الأهداف، مما يمنحها أفضلية كبيرة. الدفاع المحكم لا يعني فقط منع الخصم من التسجيل، بل أيضا بناء الهجمات المرتدة السريعة واستغلال المساحات. الفرق التي تتفوق في التنظيم الدفاعي والضغط العالي على حامل الكرة غالبا ما تنجح في فرض أسلوب لعبها على المنافس. بالإضافة إلى ذلك، الدفاع القوي يمنح الفريق ثقة أكبر ويحسن من معنويات اللاعبين. تاريخ كرة القدم يشهد أن العديد من الفرق التي فازت ببطولات كبرى مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا اعتمدت بشكل كبير على تكتيكات دفاعية متينة. في عالم كرة القدم الحديث، حيث التنافسية عالية جدا، التفوق الدفاعي يمكن أن يكون الفارق بين الفوز والخسارة، وبين التأهل والخروج من البطولة. لا يمكن لأي فريق أن يحقق النجاح في البطولات الكبرى دون وجود خط دفاع صلب ومنظم، وخير مثال على ذلك الفرق التي فازت بكأس العالم في الأعوام الأخيرة. نرى أن أغلب الفرق التي فازت تعتمد على تكتيك دفاعي قوي جدا، و53% من مباريات الأدوار النهائية تحسمها الأخطاء الدفاعية.